مرة واحد قال لي أنا مش فاهم نفسي. قلت له ليه؟ قال لي كل ما حد يعاملني باهتمام أحس إن مفيش كيمياء بيني وبينه، وأول ما يقابلني شخص بارد أفضل أفكر فيه. قلت له يمكن المشكلة مش في الشخص البارد. استغرب وقال لي يعني إيه؟ قلت له يمكن أنت متعود إن الحب لازم يتعبك. في فكرة في علم النفس بتقول إن المخ أحياناً بيميل وبيروح للحاجة اللي متعود عليها حتى ولو كانت متعبة. فلو تعود إن الحب ده بيجي بعد سعي ومحاولة وإثبات للنفس وتعب، ممكن يربط الحب بالتعب. ولما يقابل شخص واضح ومهتم ومتاح، يقوم يحس إن في حاجة ناقصة ومش مظبوطة، مش لأن الشخص ناقص، لكن لأن الإحساس ده جديد عليه. وده مش معناه ان القاعده دي بتنطبق على كل الناس، لكنها بتحصل مع ناس كتير جدا ومن غير ما ياخدوا بالهم. وعشان كده قبل ما تسال نفسك ليه انا معجب بالشخص ده، اسال نفسك سؤال واحد: انا معجب بالشخص ولا معجب بالاحساس اللي انا متعود اسميه حب؟ لان احنا يمكن طول عمرنا بندور على الحب، بس ممكن احيانا نكون اللي بندور عليه هو الاحساس اللي احنا تعودنا نسميه حب. حد فهم حاجه؟